سنو وايت أو بياض التلج. كان يا مكان في قديم الزمان كان في أميرة بشرتها بيضة بياض التلج، شفايفها حمرا زي الفراولة، وشعرها اسود زي لون السماء في ليلة صافية، وكان اسمها بياض التلج. ماتت مامتها وهي لسه صغيرة، وبعد سنة من موت مامتها باباها اتجوز واحدة تانية، بس للأسف الست دي كانت شريرة وحقودة وحسودة ومش بتحب سنو وايت أبدا، وكانت دايما حابسة سنو وايت في المطبخ علشان تروق وتغسل المواعين ومحدش يشوفها أبدا. وكانت مرات باباها اللي هي الملكة الجديدة عندها كبرياء وغرور كتير، وما كانتش بتحب تشوف أي حد أجمل منها، وكان عندها مراية سحرية بتقدر تسألها على أي سؤال وتجاوبها عليه. كانت كل يوم تصحى الصبح وتسأل المراية: مرايتي يا مرايتي، قوليلي مين هي أجمل واحدة في الدنيا؟ وكانت دايما المراية تجاوبها وتقول لها: مولاتي. طبعا ومن غير شك مفيش أجمل منك، انتي دايما أجمل ست في الدنيا كلها. في نفس الوقت اللي كان فيه يوم ورا يوم بيعدي وسنو وايت بتكبر وتكبر، وكل ما تكبر جمالها يزيد، لحد في يوم من الأيام لما سنو وايت تمت 15 سنة، في الوقت ده بقت أجمل من الملكة. فلما صحيت الملكة في اليوم ده وبتسأل المراية: مرايتي يا مرايتي، قوليلي مين هي أجمل واحدة في الدنيا؟ فردت المراية: مولاتي، طبعا ومن غير شك مفيش أجمل منك، بس من ساعة ما سنو وايت تمت 15 سنة هي بقت أجمل منك. الملكة لما سمعت الرد ده من المراية بتاعتها اتخضت جدا واتغاظت من بياض التلج. وتاني يوم أول ما صحيت من النوم وهي لسه على السرير الملكي بتاعها، ندهت لواحد من الحراس وقالت له: خد البنت دي في الغابة واقتلها، وما ترجعليش غير وانت جايب قلبها في الصندوق ده عشان أصدق إنك قتلتها بجد، ولما ترجعلي وتنفذ وعدك ليا هكافئك وهرقيك. في اليوم ده الحارس فعلا بدأ ينفذ أوامر الملكة، فأخد سنو وايت الغابة، وكان لسه بيطلع الخنجر من جيبه. أرجوك يا سيادة الحارس، أرجوك سيبني، ما تقتلنيش، مش هتشوفني تاني أبدا، عمري ما هرجع قصر بابايا، أرجوك أنا مش عايزة أموت، انت عارف ان انا ماليش حد في الدنيا وان مرات بابايا مش بتحبني، أوعدك مش هعملك أي مشكلة، وده هيفضل سر بينا. بصي يا سنو وايت، أنا هسيبك، بس ده عشان باباكي خيره عليا، ما شفتش منه أي حاجة وحشة، وأنا عارف إن ملكيش حد، بس إحنا بينا اتفاق، ما ترجعيش المملكة تاني. فصعبت على الحارس وقال في نفسه: هي كده هتموت، دي في الغابة يعني مليانة وحوش وحيوانات مفترسة وأسود وتعابين، أكيد مش هتعيش لبكرة. بس قال برضو يأمن نفسه، فشاف دب صغير بيتمشى في الغابة، فقام قتله وأخد قلبه وحطه في الصندوق وراح بيه للملكة. وفضلت سنو وايت في الغابة لوحدها، بس في الأول ما خبيش عليكم كان عاجبها الموضوع، والعصافير كانت بتلعب معاها واتصاحبت على أرنب، وكان في فراشات والجو كان جميل، لحد ما الجو بدأ يضلم والغابة بقت شكلها مرعب. كل ده وهي لوحدها، وأغصان الشجر قطعت هدومها، وكمان رجليها اتعورت، ما كانتش قادرة تمشي، فقعدت على الأرض وفضلت تعيط.
وبعدين بطلت عياط وأخدت نفس عميق وقررت إن هي هتكمل طريقها. فاتفتح قدامها طريق، والطريق ده كان في نهايته نور بيلمع. فبدأت تجري 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 بكل قوتها لحد ما لقت بيت صغير جميل شكله دافي. فدخلت علشان كانت عايزة تنام، فلقت كل حاجة في البيت صغيرة جدا، بس هو كان بيت نضيف قوي وكان مترتب قوي. فلقيت على السفرة مفرش أبيض وشكله نضيف وعليه 7 أطباق صغيرين، وجنب كل طبق فيه معلقة وشوكة وكوباية ومتجهز فيهم أكل، وجنب كل طبق عيش. وبعد كده لقيت أوضة صغيرة فيها 7 سراير بس برضو صغيرين موجودين في صف جنب بعض كده. بس هي كانت جعانة فأكلت حتة من كل طبق وشربت شوية من كل كوباية. بعد كده حست إنها تعبانة وعايزة تنام، فجربت كل السراير ال7. الأولاني كان ضيق والتاني كان قصير والتالت ما كانش على قدها. فقعدت تجربهم كلهم لحد ما وصلت للسرير ال7، وده بقى كان على مقاسها بالظبط. فنامت عليه وراحت في النوم، وكانت بتاكل رز بلبن مع الملايكة كمان. ولما الدنيا ضلمت رجع أهل البيت، وكانوا 7 أقزام بيشتغلوا في منجم دهب. ايه ده؟ ايه الكركبة دي؟ مين قاعد على الكرسي بتاعي؟ وانا مين اكل من طبقي؟ الحقوا مين اللي نايمة في سريري هناك دي؟ وبكده يكونوا عرفوا ان سنو وايت عندهم في البيت. اول ما شافوها كانوا مبهورين بجمالها وسابوها تنام لحد تاني يوم. ولما جه تاني يوم سنو وايت فضلت تحكي لهم عن حكايتها، فوافقوا ان هي تعيش معاهم بس على شرط. بصي يا سنو وايت، هو شرط واحد، اوعي تفتحي الباب لحد غريب واحنا في الشغل. الدنيا هنا مش امان واحنا في غابة، يعني وارد قوي حد غريب يخبط عليكي وتكون نيته وحشة ليكي. فوافقت على شرطهم. في نفس الوقت اللي كانت المراية بتجاوب على الملكة وهي بتسألها زي كل يوم: مرايتي يا مرايتي، قوليلي هو أنا لسه أجمل واحدة في الدنيا؟ فردت المراية وقالت لها: بصراحة يا مولاتي انتي جميلة جدا، بس هناك في مدينة الأقزام ال7 في واحدة أجمل منك، وهي سنو وايت. فالملكة اتغاظت وتعصبت وقررت إنها هتقتل سنو وايت بنفسها بتفاحة مسمومة، واتنكرت كأنها ست بياعة عجوزة. فاكهة جميلة، اللي عايز فاكهة مضمونة وسعرها حلو، أطفاهم من مزرعتي، اللي عايز فاكهة. وجات الست العجوزة وفضلت تخبط على بيت الأقزام ال7، بس سنو وايت منسيتش اللي صحابها قالوه لها، وإن هي ما تفتحش لحد غريب مهما كان مين. فسنو وايت قالت لها: أنا آسفة يا حاجة، والله مش هقدر أفتحلك، أصل الناس صحاب البيت محذريني إن أنا ما أفتحش لحد غريب. فردت عليها الملكة اللي عاملة نفسها عجوزة: يا خسارة، كان نفسي تدوقي فاكهتي الجميلة دي يا بنتي، أنا كمان خايفة عليكي يا بنتي، اوعي تفتحي لحد غريب، وعلشان كده أنا هديكي تفاحة هدية. فسنو وايت قالت لها: أنا متشكرة جدا لحضرتك، بس أنا مش هقدر اخد التفاحة دي برضو. ليه يا حبيبتي؟ خايفة من ايه بس؟ ده أنا حتى هقسمها بيني وبينك بالنص، خدي انتي نص وأنا نص، حتى أنا هديكي النص اللي طعمه أحلى، اللي لونه محمر أكتر. ما خبيش عليكم، الملكة كانت ذكية قوي، هي حطت السم في نص واحد بس من التفاحة، بس للأسف التفاحة كان شكلها حلو قوي وسنو وايت ما قدرتش تقاومها، وكانت لسه بتاخد قطمة من التفاحة وقعت على الأرض، أغمى عليها، لا حس ولا خبر، لا نفس ولا حركة.
بيضة زي التلج، حمرة زي الفراولة، وشعرك اسود زي لون السما في ليلة صافية. ومع ذلك ورغم كل ده ما فاتكيش بحاجة وما رحمكيش من ايدي، وديكي مرمية في الارض قدامي اهو، ومحدش هيعرف ينقذك مني ولا حتى الأقزام السبعة. الملكة قالت الكلمتين دول وطلعت تجري بسرعة على المملكة علشان محدش يشوفها. وأول ما وصلت القصر أول حاجة عملتها إنها جريت على المراية بتاعتها وسألتها: مرايتي يا مرايتي، قوليلي مين هي أجمل واحدة في الدنيا؟ انت يا مولاتي، انت أجمل واحدة في الدنيا. وده اللي قالته المراية. فارتاحت الملكة وهديت من جواها. وبالليل لما جه ميعاد رجوع الأقزام السبعة لقوا سنو وايت مرمية على الأرض، لا نفس ولا حركة. حاولوا مرة واتنين وتلاتة يصحوها بس مفيش فايدة، ما بتتحركش كأنها نايمة نوم عميق. فزعلوا جدا وفضلوا يعيطوا عليها لمدة 3 أيام ليل ونهار. ومش بس كده، صنعوا لها تابوت من البلور والألماظ وحطوها فيه، وحطوا التابوت تحت ظل شجرة لمدة 5 سنين. سنو وايت نايمة ما بتتحركش، بس كل يوم بتبقى أجمل من اليوم اللي قبله. عدت الأيام والسنين، وفي يوم من الأيام كان في أمير معدي على قرية الأقزام السبعة، فشاف حاجة محطوطة تحت ظل شجرة، فجاله فضول يروح يبص يشوف ايه هناك. فشاف سنو وايت ووقع في حبها، وراح كلم الأقزام وقال لهم: أنا عايز التابوت ده وهديكوا أي فلوس تطلبوها. في الأول الأقزام كانوا رافضين وقالوا له لأ، مستحيل نفرط في التابوت ده، بس مع الوقت وافقوا إن هم يدوله التابوت لأن هم حسوا إن الأمير طيب وكويس ونيته كويسة، فعطوله التابوت من غير أي فلوس. وبعدين الأمير أمر الجنود بتوعه إن هم يشيلوا التابوت على القصر بتاعه. بس وهم ماشيين حصل معجزة، حاجة ما كانش متوقعها أي حد خالص. والجنود شايلين التابوت ورايحين على القصر، واحد من الجنود اتكعبل وكان هيقع، فلما اتكعبل التابوت اتهز. فلما اتهز سنو وايت اتحركت، فالتفاحة المسمومة اللي كانت واقفة في زورها طلعت، وسنو وايت رجعت تاني للحياة. وبعدين أول ما سنو وايت فاقت قالت لهم: هو أنا فين؟ فرد عليها الأمير وفهمها كل حاجة حصلت لها، وبعدين طلب إيديها للجواز، وسنو وايت وافقت، وعملوا احتفال كبير في المملكة كلها. والملكة الشريرة عرفت الخبر وماتت من كتر الغل. ودلوقتي جت فقرة الأسئلة عشان نعرف انتوا كنتوا مركزين ولا لأ. أول سؤال: الملكة كانت بتصحى من النوم وتسأل المراية بتاعتها كل يوم سؤال، ايه هو السؤال؟ المراية كانت بترد عليها بإيه؟ تاني سؤال: مين هي سنو وايت؟ وهل فعلا الحارس قتلها في الغابة؟ تالت سؤال: ليه الملكة الشريرة اتنكرت في شكل بياعة عجوزة؟ بس كده، توتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟